هيرونيفر. كتير منكم كان بيسأل هو ايه خط فيلو ده او حروف فيلو دي عبارة عن ايه؟ خط فيلو هو نظام كتابة جديد نيو رايتنج سيستم، وحروف حديثة اخترعها فيلو ألكسندر الثاني علشان يسهل على المصريين الحاليين التعامل بالعلامات الهيروغليفية ذات الصوت الواحد، عن طريق انه حاول يدمج بين شكل الحرف العربي وشكل العلامة الهيروغليفي ذات الصوت الواحد الشبيهة بصوت الحرف العربي. والعلامات اللي نتجت دي سماها حروف فيلو أو خط فيلو أو نظام كتابة فيلو المصري الحديث. بالمناسبة أنا فيلو، وعايز أقول إن إعادة الإحياء لتكون ناجحة يجب أن تلازم بالتجديد والتحويل الشكلي بما يتوافق مع متطلبات عصر الإحياء، ليتساير القديم مع الحديث ويجد مكانه ويستمر في الوجود، ولا تصبح مجرد موجة ترندية بسيطة وتنتهي. وهذا التحويل التجديدي لغرض الإحياء يجب أن يكون شكلا فقط لا غير، وأن لا يتعرض للجوهر بأي شكل من الأشكال، وإلا فقدت المادة المراد إحيائها، فقدت معناها ومضمونها ومحتواها وهويتها وبصمتها وتغيرت. لو احنا فعلا عاوزين نحيي الهوية المصرية ونحافظ عليها، يبقى لازم نبقى مجددين ونواكب العصر، وإلا كل مجهودنا هيضيع هباء. ما بقولش نشوف الترند ونمشي معاه، لكن بقول نستغله ونعمل احنا الترند بنفسنا، نفكر وندور ونخلق الجديد المستلهم من القديم، واللي يحافظ عليه وما يعارضهوش، بل يساعد في انه يطلع ويظهر مرة تانية. شكرا لكم. إياو مع آكي إمحوتب.